السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة سموحة في الدوري إن شاء الله يوم الاثنين القادم، قبل الانتقال لمباراة الرجاء المغربي يوم السبت القادم إن شاء الله بإذن الله في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. والزمالك يضغط على اتحاد الكرة لإيقاف محمود عبد المنعم كهربا أو تغريمه، وفجور التحكيم مع النادي الأهلي عدى كل الحدود والكاشف النهارده في الدوري الإنجليزي. ويا ريت قبل اي حاجه يا ساده كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مره تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناه ولايك على الفيديو. والاهلي واصل تدريباته استعدادا لمباراه سموحه قبل الانتقال لمباراه الاهلي والرجاء المغربي ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. ودي ان شاء الله هتكون مباراة حاسمة للنادي الاهلي في الدوري علشان نقفل ملف الدوري مؤقتا قبل ما نروح نلعب في دوري ابطال افريقيا، ونكون الاهلي متصدر ان شاء الله ومتربع على قمة الدوري ب 53 نقطة بعد الفوز ان شاء الله باذن الله. وكل التوفيق للنادي الاهلي، والفوز على سموحة باذن الله يتصدر النادي الاهلي، ولو يعني بعد كده يروح افريقيا وهو سايب الدوري برضه متصدر، ولسه هيبقى لنا باقي مباريات مؤجلة ان شاء الله. والزمالك طبعا كل يوم حدوته وشكل على قناة الزمالك اللي هي ما بقتش قناة الزمالك، بقت قناة محمود عبد المنعم كهربا. لأن كل يوم لما يطلع المقدمين للبرامج ويطلع المحللين ويطلعوا الناس الضيوف اللي جايين يتكلموا في القناة على المفروض على نادي الزمالك، لكن هم شغلهم الشاغل كل يوم الكلام عن محمود عبد المنعم كهربا وايقاف عبد المنعم كهربا. ويعني لو مش هنضغط من النادي ادينا بنضغط بالاعلام وبالقناه على اساس ان احنا نوقف محمود عبد المنعم كهربا. ويا ساده يشاء القدر النهارده ويبين قد ايه التحكيم المصري فجور عدى كل الحدود مع النادي الاهلي. اخطاء وبتحصل مع النادي الاهلي فقط، وقبل كده وناس طلعت امبارح وشككت وقالت ان الكوره اوف سايد، منها الشناوي احمد الشناوي على قناه اون، وطلع جهاد جريشه الخبير التحكيمي، وواحد تاني طلع مع محمد اسامه اسمه محمد عمر برضو قال لك الكوره اوف سايد او تسلل ما نعرفش. مع ان في ناس طلعت وقالت لك الكوره هدف سليم لان حسين الشحات لم يكن متداخل مع الكره. زي قبل كده مباراة الأهلي والبنك الأهلي والهدف اللي جابه النادي الأهلي واتلغى وقال لك الكورة خطأ إداري وروح البروتوكول. طلع عصام عبد الفتاح وألف اختراع وألف قانون جديد وقال لك روح البروتوكول ومعرفش وحاجات حصلت كده. وبرضو اتلغى قبل كده هدف صحيح 100% لكريم فؤاد بتاع التسلل. المباراة الوحيدة اللي كان كريم فؤاد هيبقى أول هاتريك في الدوري المصري السنة دي هو كريم فؤاد قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الداخلية، وبرضو قال لك تسلل وما طلعش الهدف تسلل وسكتنا وبنتكلمش وبنقول التحكيم. احنا بنقول العدالة فقط لا غير. ولكن كل اللي طلعوا حللوا امبارح وقال لك الهدف صحيح هدف تسلل مش هدف صحيح، بس قال لك ان حسين الشحات مش متداخل في الكرة. طب لما هو مش متداخل في الكرة النهارده يبين قد ايه التحكيم المصري في حاجة كده غريبة. لان كلاتنبرج ما كانش عاجب الزمالك ولا قناة الزمالك وفضلوا وراه لحد ما طفشوه. ليه؟ لانه كان ابتدى يصلح من اخطاء التحكيم والحكام، والكل كان ابتدى يعمل حساب لكلاتنبرج علشان كان ابتدى يحط النقط على الحروف ويمشي بالتحكيم في المسار الصحيح. النهارده جابوا لنا واحد برتغالي اسمه فيكتوريا معرفش اسمه وجاب لنا قمر الدولة امبارح ولا قمر الدين مع ابن جمال الغندور الكابتن خالد الغندور او خالد جمال الغندور اللي هو جمال الغندور الكاره للنادي الاهلي. امبارح جابوه لنا في مباراته ورجع المباراه وقال لك هدف القندوسي تسلل. تعالى شوفها علشان حسين الشحات متداخل. طيب حسين الشحات المتداخل وهدف النهارده في البرايمر ليج الدوري الانجليزي اللي حصل وهدف
هدف لهاري كين اوضح ومتسلل اكتر، وحاجب الرؤيه كمان على الحارس واتحسبت هدف. سبحان الله. وهو ربك بيبين علشان يوريك ان قد ايه في فجر تحكيمي وزعر، قد ايه يعني ممكن ضربه الجزاء كمان ما كانتش اتحسبت، بس هي واضحه للجميع، ولكن ما كانوش نفسهم يحسبوهم. وفي الختام يا ساده، يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.